طبعا الاعلانات، ان الاعلان ده المفروض بيتعمل عشان بيسوق لك المنتج فانت بتحبه فبتروح تشتريه. ففي اعلان بقى هنتفرج عليه دلوقتي، الاعلان ده سبب تاخر الخلفه في مصر في اخر 3 ايام او اسبوع. يعني نشوفه مع بعض، بس معلش نستحمل بس. اللي جنبيه مثلا محاليل او حاجه يعلقها احتياطي يعني. بابا عايز كيك. يا بابا عايز كيك. 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 مفهوم بالعملية الجماعية. تمام، هو هنا تقريبا الولد غلطان في السكريبت. هي المفروض بابا عايز بيض مش عايز كيك، بس هي قراها غلط تقريبا او حاجه فحفظها يعني. المهم هنكمل اعلان. بصوا هنا الاب كان عايز يسيب الدين يا جماعه. بص شايف هنا الاب كان عايز بص يعمل لفظ بمناخيره، بس المخرج لحقه. هنكمل معلش يا جماعه. تمام، ال5 ثواني دول كفيله ان هي تقضي على حياه محمد منير يا جماعه. اقسم بالله انتوا دمرتوا محمد منير في ال5 ثواني دول، اللي بيبنيه بقاله 60 سنه انتوا جيتوا في 5 ثواني يعني محيتوه كده. انا لو انا متخيل منير لو اتفرج على الاعلان ده تلاقيه كده يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب، يا لهوي اللي عملته ده يا ولاد الكلب، وهيقعد يندب ويسكر ويحشش للصبح ومش هينسى. لان الخلقه دي ما تتنسيش يا جماعه، شايفين الخلقه دي اقسم بالله ما تتنسي. المهم هنكمل. معلش يا جماعه، اللي حاسس باي وجع في اي حته في جسمه هنستحمل، هي خلاص 30 ثانيه وهقفل يعني. نكمل اعلان. دي تشنجات طبعا ولازم تحصل يعني، لان الولد غالبا لابسه جن، وده التفسير الطبيعي ليه، فقال لك ايه ايه، فده جن يا جماعه، ده جن صومالي. بس انا مش محتاج اكمل يعني عشان تعبت. هي برضو نفس السكريبت غلط تقريبا. السكريبت اديني البيضه يا بابا، انا عايز البيضه يا بابا وهنكمل. ميلانو بيض مش ميلانو كيك خالص. اقسم بالله انتوا لو قاصدين تدمروا المنتج ما هتعملوا اعلان زي ده. يعني انتوا مش كرهتوني في الكيكه، انتوا كرهتوني في حياتي كلها. هي الفكره ان انتوا يعني هم شوهوا حاجتين. شوهوا مفهوم الكيكه عند المصريين ومفهوم الطفوله، لان ده مش طفل، ده استحاله يكون طفل، ده قنديل البحر. ده كائن لزج كده عامل زي قنديل البحر. وانا مش عارف اقول ايه، بس اقسم بالله انا ما هاكل كيكه تاني ولا البيتي حتى. يعني انا قرفت من الكيكه كلها وقرفت من الاعلانات. طب ناخد 5 ثواني. لا لا لا، مش قادر يا جماعه، معلش انا اسف مضطر.